هذا الانتصار عن جدارة واستحقاق على المنتخب البلجيكي المدجج بالنجوم. وفي صراحة هذه النتيجة ما جاتش صدفة، ولكن جات بالمجهود اللي قاموا به جميع اللاعبين والمدرب وكذلك الجمهور، اللي ما نساوش الدور الكبير اللي قام به في هذه المقابلة، اللي كان هو العامل الأول للانتصار ديالنا على هذا المنتخب البلجيكي العنيد. واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم جميع الحسابات الخاصه بالمنتخب الوطني المغربي ديالنا، كيفاش ان شاء الله غادي نقدروا نتاهلوا واشنا هي النتائج اللي غادي تخدم لصالح ديالنا. اذا كيف كتشوفوا خوتي، وقبل ما نبداو في الحسابات فهذه هي المجموعه ديالنا. فالصف الاول للاسف لحد الان فهو تيحتل المنتخب الكرواتي ب4 ديال النقاط، وكذلك عنده زائد 3 لانه عنده زائد 3 ديال الاهداف. ثم عندنا في الصف الثاني هو المنتخب المغربي ب4 ديال النقاط كذلك، ولكن النسبه عنده هنا قل من المنتخب الكرواتي، يعني عنده زائد هدفين فقط، وهذا الشيء علاش المنتخب الكرواتي فايتنا في الترتيب. ثم في المرتبه الثالثه المنتخب البلجيكي ب3 ديال النقاط وعنده ناقص 1، وكذلك المنتخب الكندي ب0 نقطه وعنده ناقص 4 ديال الاهداف. اذا هذه الحصيله ديال الجولتين اللي دازوا في المجموعه ديالتنا. دابا عندنا اخر مقابله اللي غادي يواجه فيها المنتخب المغربي النظير ديالو الكندي، اللي تم الاقصاء نتاعو مباشره لانه تحصل على 0 نقطه. ثم المقابله الاخرى القويه جدا هي اللي غدور بين المنتخب الكرواتي العنيد وكذلك المنتخب البلجيكي العتيد. اذا هذوما الماتشات اللي عندنا وهما اللي غادي نديروا لهم الحسابات ديالهم. فالحمد لله خرجنا من هذا الثنائي القوي نتاع بلجيكا وكرواتيا ب4 ديال النقاط، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم المثابره ديال الفريق والمدرب اللي عرف كيفاش يساير هذه المباراتين رغم الانتقادات اللي كانوا في المباراه الاولى. والجميل هو ان المباراه ديالتنا الاخيره احنا هي مع المنتخب الكندي اللي ما عنده ما يخسر، وفي نفس الوقت هذا ما عنده ما يخسر سلاح ذو حدين، لانه يقدر يدخل بدون ضغوطات ويقدر يعطي اكثر من 100% ديالو، وكذلك يقدر يكون ايجابي لنا لانه غادي يدخل وما غاديش يتقاتل 100%، يعني حسب سيناريو المقابله. دابا غادي نعطيو الفرضيات اللي عندنا كيفاش غادي نقدروا ندوزو للدور الثاني باذن الله. في الجميل في هذه المعطيات اللي غادي نقدم لكم دابا هو انه الحمد لله رغم اننا غادي نخدموا الاله الحاسبه، لكن كيبان لي باللي نسبه التاهل ديالنا كبيره بزاف الحمد لله، لانه حتى في الحاله نتاع الخساره ديالنا فراه غادي ندوزو، لكن بشروط اللي غادي نشوفوا دابا. اذا اول حاله هي الفوز ديالنا، فكيعني التاهل اوتوماتيكيا، لكن بالنسبه للصداره فخصنا نفوزوا بكثر من النسبه اللي فازت بها كرواتيا على بلجيكا في حاله ان كرواتيا غلبت بلجيكا. اذا الا بغينا نتاهلوا احنا الاولين خصنا نفوزوا، ولكن بفارق اهداف اكثر من الاهداف اللي غادي تكون سجلت كرواتيا في حاله انها فازت على بلجيكا. هذه هي الحاله الاولى. ثم حاله التعادل كذلك كتاهلنا مباشره للدور الثاني، لكن كنتاهلوا كثاني المجموعه. اما بالنسبه للخساره وهذا هو اللي جميل عندنا في هذه الحسابات نتاع التاهل في هذا المونديال الحمد لله، فهو واخا نخسروا امام كندا فنقدروا نتاهلوا في المركز الثاني بشرط ان بلجيكا تخسر ولا تعادل مع كرواتيا ولا تغلب بلجيكا كرواتيا ب3 ديال الاهداف للفوق. هنا اوتوماتيكيا حنا غادي ندوزوا للدور الثاني بشرط نخسروا بهدف واحد، ما يكونش اكثر من فرق هدف واحد. اذا هذه النسب كامله كتاكد لنا بلي المنتخب المغربي ان شاء الله غادي يكون في الدور الثاني بدون ادنى شك، لاننا طايقين في هذه الوليدات ديالنا، وان شاء الله غادي يفرحونا ويفرحوا جميع المغاربه والعرب والمسلمين. ثم غندوزو المنتخب الكرواتي. هادو هما الحالات اللي يقدر يدوز فيهم كذلك الدور الثاني. بالنسبه ليه فالفوز ولا التعادل كيأهلوه اوتوماتيكمون في الصداره في حاله كانت النسبه ديال الاهداف ديالو اكثر منا. فلحد الان هو زائد علينا بواحد الهدف، يعني الا ربح هو بجوج ديال الاهداف ولا 3 فاوتوماتيكمون حنا خصنا نربحوا بكثر في الماتش الاخير باش نقدروا نكونوا فايتينو في النسبه ديالو، وبالتالي ندوزو في المركز الاول. لكن مازال قدامه مقابله صعيبه وصعيبه بزاف امام المنتخب البلجيكي اللي ما غاديش يبغي يخرج خالي الوفاض من هذا المونديال. ثم كذلك في الخساره ديالو امام بلجيكا بفارق لا يزيد عن هدفين كتاهلوا كذلك للدور الثاني، ولكن خاصنا حنا ضروري نخسروا مباراه مع كندا، وهذا الشيء اللي ما كنتمناوش ان شاء الله. اذا كذلك المنتخب الكرواتي الحظوظ ديالو وافره انه يدوز للدور الثاني. ثم غندوزو للمنافس الثالث اللي هو بلجيكا، اللي الحمد لله تفوقنا عليه، لهذا هو اللي عطانا لافونتاج عليه في هذه الحسابات. وهنا الحالات ديال التاهل نتاع المنتخب البلجيكي للدور الثاني،
فإلا بغى يدوز للدور الثاني خاصو ضروري الفوز على المنتخب الكرواتي، او لا كذلك عنده واحد الاحتمال ثاني اللي هو ضعيف وضعيف بزاف في حاله التعادل ديالو والمغرب تخسر بكثر من 3 ديال الاهداف، وهذا اللي كيبان لي انا شبه مستحيل. اذا نسبه نتاع التاهل نتاع المنتخب البلجيكي مقارنه معنا، فان شاء الله المنتخب المغربي غادي يدوز بدون شك. اذا هذه هي الحالات نتاع تاهل هذه المنتخبات الثلاثه في هذه المجموعه ديالنا، ونتمنوا ان شاء الله ندوزوا للدور الثاني باش نكونوا مفخره للعرب ومفخره للمسلمين، وان شاء الله نمثلهم احسن تمثيل. وكذلك كنتمنوا جميع الفرق العربيه والاسلاميه انها حتى هي تدوز للدور الثاني ان شاء الله، ولما لا نحققوا نتائج طيبه، لان هذا المونديال تقام في دوله عربيه، فلما لا نديروا البصمه ديالنا كعرب ومسلمين وتكون بصمه يسجلها التاريخ كيف ما كان هذا المونديال في قطر، اللي صراحه مونديال خيالي، تنظيم رائع واجواء جميله جدا، اللي نتمناو تبقى هكا حتى لاخر مباراه ان شاء الله، لانهم فعلا عطاو العالم دروس في التنظيم ودروس كذلك كيفاش الانسان خصو يحافظ على المبادئ ديالو رغم جميع الضغوط اللي يكونوا عليه من الخارج، فضروري المبادئ ديالو يحافظ عليهم، ومن هنا كيحترمك الجميع. اذا خوتي نتمنوا التاهل للمنتخب المغربي وجميع المنتخبات العربيه، وموعدنا وراء المقابله ان شاء الله.